انا متاكد ابو اسراء هو القاعد هسه. ابو اسراء، يا ابو اسراء، هلو، شخبارك؟ شلون المنصب؟ يا منصب ما تقول لي يا منصب. ست خيرية ام القراءة اللي كانت درسنا بالابتدائية الله يرحمها هم عندها صلاحيات اكبر. تلوي لها اذا طالب ما محضر، تكتب لها طالب ما جايب الدفتر. بس المنصب ما تقول لي يا صلاحيات بي. يعني هسه انت وفؤاد وانت والجماعه والنجيف علاوي شو تسوون؟ شو نسوي؟ قاعدين وساكتين. ذاك اليوم شفنا نفسنا 4 وقعدنا ندق دومنا. انا وعلاوي فريق ومعصوم والنجيفي فريق ثاني. ومنو فاز؟ والله هم فازوا هم، لان علاوي الشفيه بنص اللعبه يا الله اعرف هو بيا فريق، ونوبهم طلع يغشني. ايه؟ بس التفت يراويهم الصايات، وانا اعتبر ان ذلك خرقا واضحا للدستور ولكل المواثيق السياسيه التي جئنا من اجلها لبناء العراق الجديد، وسوف لن نسكت على هذا التجاوز على الدستور والقانون، لأن العراق لا بد أن يطبق ما جاء في دساتيره وقوانينه التي أقرها الشعب وأقرها الدستور. لذلك يجب علينا أن نقف وقفة واحدة للحفاظ على الدستور. نعم. زينوك يتباوعون مثلا شيء تلفزيون، يتباوعون شغله؟ والله مباوع طوبة. يا دوري تتابعون؟ أنا باوع الدوري الإسباني، ايه؟ والنجيفي يباوع الدوري الإنجليزي، وعلاوي يباوع كرة القدم الشاطئية هاي النسوية اللي بالبرازيل. هو يدور هاي سوالف. هو تلفزيون واحد و24 ساعة نتعارك عليه. حتى ذاك اليوم احتكمنا إلى المحكمة الاتحادية حتى تفصل في ذلك الأمر. ودارت على يا دوري؟ أكيد دارت على الدوري الإسباني، ما يراد لها حكي. نعم. عوفك من الدوريات. سولف لنا بالضبط، سولف لنا، خلينا نحكي بالسياسه. ودعتك اثنين هن نفس المجال. ودعتك اثنين هن نفس المجال. تعتقد راح ترجع رئيس مره ثانيه استاذ ابو اسراء؟ هو وينك وزراء؟ ما تقول لي وينك وزراء. اذا هو كل وزير كاظ منصبين 3، هم وين الوزراء حتى نصير رئيسهم؟ كل وزير كان له 4 وزارات، عبالك مثنى وثلاث ورباع جاءت على الوزارات ولم تأتي على النسوان. طيب اوكي، اذا صرت رئيس شو تسوي؟ اذا صرت شو اسوي؟ اي اكو واحد بالدولة هسه هذا داق بيه دقة مو حلوة. هذا اذا ارجع مرة اخرى الى الرئاسة، هذا الطيرولة مال صبغ بس ما بيها عصا، وهو من نام دحدح اقول له اصبغ السقف مال رئاسة الوزراء. واكو واحد ثاني 24 ساعة بس يقرق. هذا اذا لزمه كل شيء ما اسوي له. هذا بس اصوم صيام زكريا 3 ايام اخليه بحسرة السالفة وحسرة المارد بالقمقم. نعم. زين اذا تقول خلصت الرئاسه، ايش راح تسوي حتى ما حد يقعد بعد على الكرسي؟ من تخلص الولايه ادق مسمار بالكرسي بس بالعكس حتى بعد ما حد يقعد عليه. والله لا والله اكو ناس عندنا حتى لو اكو مسمار بالعكس هم تقعد على الكرسي ما تصير لها شاره. اعرفهم ذولا. والله ما تنفع وياهم لا القباحه ولا حتى البسامير استاذ. شكرا. تدرون ليش؟ شكرا جزيلا استاذ، شكرا.